الا سبق ليك درتي اعلانات في فيسبوك وحسيتي ان الفلوس ديالك كتمشي بلا نتيجه، فراك ماشي غير بوحدك. اغلب الناس اللي كيديروا الاعلانات سواء المبتدئين ولا حتى بعض المحترفين كيطيحوا في اخطاء خطيره اللي كتحرق الميزانيه ديالهم بلا نتائج حقيقيه. اليوم غادي نبارطاجي معكم 7 ديال الاخطاء قاتله كتدمر الاداء ديال الاعلانات ديالكم في فيسبوك، والاهم من هذا الشيء كيفاش تصلحوهم باستراتيجيات وحلول فعاله اللي جربتها انا شخصيا في حملاتنا الخاصه مع بزاف ديال الكليانت في مجالات مختلفه. يلا نبدا. والخطا السابع هو ما كاينش استراتيجيه ديال الريتارجيتينغ، والاغلبيه ديال المعلنين كيديروا هذا الخطا، يعني كنجيب الزوار الموقع ومن بعد ما كنعاودش انني نتارجيتيهم ونتواصل معاهم، وهذا مشكل كبير لان اغلب الناس راه ما كيشريوش من اول مره، فالا ما رجعتيش انك تستهدفهم فراه كتخلي فلوس كثيره كتمشي. والحل ديال هذا الخطا هو انك دير جماهير مخصصه كاستم اودينسز بحال زوار الموقع ديال اخر 7 ايام 14 يوم او 30 يوم، والناس اللي داروا اتو كارت ما شراوش ولا المتفاعلين مع الفيديوهات والصفحه ديالك. وباش دير خدمه نقيه بحال الشركات العالميه استعمل دايناميك برودكت ادز باش تبين لهم نفس المنتجات اللي شافوها سابقا يبقاو تابعينهم في كل بلاصه، ودير رسائل مخصصه حسب السلوك ديال كل زائر، ونظم التوقيت ديال الاستهداف حسب السلوك ديالهم في الفانل ديالك. وحيتاش بقيتي معايا حتى لدابا غنزيدك الخطا الثامن، وهو كتعتمد غير على الاعلانات بلا منظومه متكامله. فالاعلانات بلا نظام تسويق متكامل بحال الا كتسوق طوموبيل بعجله واحده، فدائما خاصك تجمع الاعلانات مع التسويق عبر الايميل للمتابعه، والتسويق بالمحتوى للتثقيف، ودير السوشيال بروف قوي يكون في الصفحات ديالك، وتفاعل يكون طبيعي ومستمر باش تزيد الثقه ديال العملاء، لان الاعلانات كتخدم احسن ملي الناس كيعرفوك وكيثقوا فيك. ها انتم عرفتوا الاسباب الحقيقيه اللي كتخلي اعلانات الفيسبوك كتفشل وكيفاش تصلحوهم بحال المحترفين. فإلا زادك هذا الفيديو غير فكره واحده مزيانه، ما تنساش تخلي لنا شي لايك، بارطاجيه مع صديق اللي كيخسر فلوس في فيسبوك بلا نتائج، وقول لنا في الكومونتيرات بصراحه من بين هذه الاخطاء شنو هو الخطا اللي دائما كديروا. نشوفكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم.